أول شيء هنا في التطبيقات يا صديقي، لو مسكت أبونايت بقطع من الحرير، طبعا أنا قلت لحضرتك الأبونايت ده أقل واحد فقط، يبقى دايما هيكتسب. خلاص، هتلاقي الأبونايت بقى إشارة سالبة، اتشحن بسالب، أو الحرير أو الصوف بقى موجب. خش بعد كده، جبت قطعة من الصوف وقطعة من إيه تاني وأبونايت اللي احنا لسه قايلينها من شوية. ادي مين؟ الابونايت، وادي الصوف. الصوف هيفقد صح، والابونايت هيكتسب، يبقى الابونايت هيتشحن بالشحنة السالبة والصوف هيتشحن بالشحنة الموجبة. خلاص، تعالى بقى يا صديقي نخش بقى على امثله في الواقع. طبعا احنا داخلين على البرد الايام دي، كل سنه احنا طيبين. هناخد وانت بتلبس الملابس الصوفيه، حضرتك وانت تيجي بتخلع الملابس كده بتسمع صوت طقطقه. الاصوات دي جايه من احتكاك الصوف بجلد حضرتك، فبيولد نوع من الكهرباء اسمها اكيد حفظتها يا صديقي، الكهرباء الساكنه. سماع صوت طقطقة خفيفة عند خلع الملابس الصوفية، طبعا دي أمثلة على الكهرباء الساكنة. تمام، حضرتك لو جبت بالونة احتفال في عيد ميلاد ولا حاجة، كل سنة وكلنا طيبين، لو جبت البالونة دي وعملت احتكاك على شعر حضرتك، بص حصل ايه للشعر؟ ده حصل تجاذب للشعر، يبقى الاحتكاك ده مع الشعر ولد ايه؟ ولد شحنات كهربية متراكمة. تمام، يبقى وقوف شعر رأسك عند فرقه بالون عليه. تمام، بالونة. تمام، في ايه تاني يا مستر؟ الحاجة التانية دي مهمة جدا، حضرتك لو ماشي حافي قدمين تمام على موكيت، خلاص، وحضرتك وانت ماشي بيحصل بينك وبين الموكيت ايه؟ احتكاك صح، ففي جسم بيفقد وفي جسم بيكتسب. جسم حضرتك بقى هو ده اللي بيكتسب، واللي بيفقد مين؟ اكيد اللي بيفقد الموكيت. حضرتك تيجي تمسك أكرة الباب، ولو أكرة مصنوعة من المعدن هتشعر بوغث. طبعا مش كل الناس هتشعر بالموضوع ده عشان نبقى واضحين مع بعض. خلاص، يبقى احنا عندنا ايه؟ عندما تمشي على الموكيت حافي القدمين ثم تلمس مقبض الباب المعدني نشعر بكهرباء خفيفة. تمام، الكهرباء الخفيفة دي هي كهرباء ساكنة.